رأيت إني كأني رايحة أنا وزوجة زوجي بشقة خارج المدينة، وكأنها كانت كذا تنظرني نظرات غريبة يعني كذا مفتخرة ومبسوطة. قلت لها: ليش أنت كذا؟ ليش أنت فرحانة ومبسوطة؟ وأنت كأنك سامعة شيء عني وبالذات من نفس زوجي. قالت: لا لا. قلت: إلا. فهي بدأت تدور وتضحك وتضربني بكتفها وكذا. قلت: إيش أنت قايل لك؟ إلا في كلام أنت سمعته؟ قالت: لا لا، ما سمعت حاجة. وأنا رايحة أيست يعني إنها تتكلم، وأنا رايحة قالت: إلا إن عبد الله اللي هو زوجي، إن عبد الله يقول إنك مصابة بمرض الفشل الكلوي. اللي هو أنت. إيه. قلت: وشلون؟ مو بصحيح الكلام هذا. فهي أسكتت، خافت يعني وأسكتت. فأنا رحت أخذت شماغ زوجي جلست أكويه. بهالأثناء دخل زوجي. قلت: أنا إيش أنت جالس تتكلم على زوجتك عني يعني؟ هي خافت على طول، دخلت في دولاب الغرفة وجلست تحت الملابس وكانت تبكي وخايفة. جلس هو يغمز لي يقول لي: اسكتي يعني، ويضحك يبتسم. قلت: لا، أنت إيش قايل؟ قال: لا لا، اكوي ملابسي، أنا عندي اجتماع بسرعة بتروش وبطلع. جلست أنا قلت: أنا خلصت كاوية الشماغ، خلها هي تكوي الثوب. قال: لا لا، أنت اكوي. قلت: لا، أنا ما راح أكوي، أنا خلاص كويت الشماغ. فقال لها: اكوي الثوب، أمرها أن تكوي الثوب وراح دخل الحمام الله يكرمك. فهي جلست تحاول تنزل الثوب كأنها صارت قصيرة، عجزت تنزل الثوب. فأنا جيت وكأني صرت أطول منه ونزلت الثوب. قلت: يلا خذيه. فأخذته وجلست تكوي. كأن الكواية تلصق على الثوب يعني كأنها بتعدم الثوب. قلت: لا، كويس يعني. فحاولت فأنا من الاستعجال خفت إنه يطلع من الحمام وما جهز الثوب، أخذته أنا كويته. بس انتهى أنتوا ثنتين نساء مع هذا الرجل. إيه. أنت الأولى ولا الثانية؟ الأولى. طيب أقول لك شيء وبس ما تسجلين الشاشة وتروحين تقعدين تستعرضين. لا. إيه، قل لي. سجلتي الشاشة يا بنت الذين؟ من الحين أسجل الشاشة من الأساس. طيب الغي التسجيل. سم أبشر. طيب ألغيته. يا أنه أنا عارف ما لغيتيه، والله العظيم إني ألغيته. أحسنتي. يا أنه سابقا كنت متميزة أيه. والمقربة وربما تصدقين في كل التصرفات مع هذا الرجل، أو تبدأين في مرحلة الإيجابية الأكثر مستقبلا، وبتكونين أنت المقربة أكثر وبتكونين في الإيجابية أكثر. انتهى. بالنسبة لأن قالت لك فشل كلوي فهذا يدل على والله أعلى وأعلم ربما أحد يسيء لك من يعني نعم، ولكن نعم. يا شيخ أنا انفصلت على طول بعد هذه الرؤية. متى شفتيها؟ أنا شفتها قبل سنة ونص، الحين أنا منفصلة لي سنة. أي أنت تقولي بس لي قبل أسبوع عيت تروح من بالي هذه الرؤية. أنت قلتي قبل أسبوع شايف الرؤية. لا، ما قلت ما قلت طيب. وقت يعني، قلت بس شفت له. وأنت تعاليتي ونزلتي القماش ونزلتي يعني كنت مرتفعة أعلى منه. أي. الرؤية هذه شوفي، الرؤية أنت شفتيها قبل سنة ونص بعدين انفصلتي بعد الرؤية على طول. طيب كان تأويل الرؤية للأمانة كان تأويل الرؤية واضح أنه في إيجابية منك أنت سابقا أو الآن، لكن أنت انفصلتي تتغير الموازين تماما. إيش يعني؟ سجل الشاشة لو حبيتي. طيب تفضل. أنت وأنت تتكلمين عن الرؤية وش قلتي؟ أنا قلت لا، أنت مش تكلمتوا عنه. أنت كنت تقولين زوجي. إيه. ما قلتي طليقي. إيه، لأني يوم أشوف الرؤية كان زوجي. نعم، وأنت كنت تشوفين الرؤية على أيام أنت زوجة. إيه، بعدها أنا تقريبا بشهر انفصلت. تمام. أيوة. أنا باخذ خطوة خطوة لأنه الآن في 13,000 تقريبا. لازم يعرفون تفسيري صح. تمام. أي أنت شفتي الرؤية هذه وأنت زوجة. وأنا زوجة. أيوة. نعم، وقلتي لي إنه أنا كذا كذا كذا، وكنت أيام وتكلمتي قلتي زوجي يعني معناته زوج مو طليق. إيه، لأنه أنا شفتها أثناء أنا الزواج. نعم، فأنا أفسر الرؤيا على إنه هذا الرجل زوج. صحيح. أنت في ذاك اللحظة كنت متميزة أصلا، كنت متميزة مع الزوج، وكنت أنت المتميزة أكثر.
وبعدين قالت لك فشل كلوي وانت استغربتي كيف فشل كلوي؟ انه انا ما فيني فشل كلوي اصلا. صحيح. فهذا دليل على انه انت كنت متميزه اصلا، وفيه احد قاعد يحاول يسيء يقول لا. عشان كذا قلت لا تسجلين الشاشه، لان انا خاف تسجلين وتروحين تقولين يا فلانه او يا فلان. لا ما في ورطه، الله يسامحك، انا عارف كل شيء والله اعلم. ما عليك يا شيخ. نعم انا عارف. فانت في اللحظه هذه في ذاك الزمن اللي انت كنت فيه كنت متميزه فعلا، بينما في ناس كانوا يحاولون انهم يزرعون الشوك في طريقك عشان فعلا زرعوا الشوك. عشان تكون انت دائما الاقل، وانت الاقل، انت الاقل، حتى يحدث ما حدث. صحيح. للاسف شديد انت ما عرفتي كيف تغيرين الحال، عشان كذا انا قلت لك انه انت كنت متميزه. بعدين صحيح. في احد بعدين حاولتي تتميزين. صحيح. للاسف شديد ما تمت. صحيح. وانت كنت متميزه اصلا في ذاك الزمن، لكن في احد قاعد يزرع الشوك. ليش انا قلت هذا الكلام؟ لانه فيه اشير لك بانه انت عندك مشكله بالكلى، فاستغربتي انه كيف انا عندي كلى. هو هذا اللي خلاني افسرها، يعني انا اشغلني هذا الاتهام. وانه انت اساسا هو كان في دوره المياه وانت استعجلتي تكوين عشان يطلع ما يلاقي شغله ما مرتب. صحيح. هذا دليل انه انت كنت جيده، ولكن كان في ناس يزرعون الشوك زي ما قلت لك في طريقك، او يدسون السم في العسل حتى اوقعوك في اللي انت فيه. صحيح. صحيح، هذا اللي صار. قالت لك انه عندك فشل كلوي، هذا يدل على انها تشير لك بالفشل وانت لا، ما فشلتي. نعم دائما شكرا يا واحد، لانه انا قاعد الت في الرؤيه هذه عشان الناس يفهمون ليش انا قلت كذا. صحيح. انت كنت في لحظتها، لا تقولين صحيح الا اذا كان صحيح، اسالك بالله. الا صحيح، انت كنت في لحظتها جيده جدا فوق المستوى المعدل الطبيعي، بينما في ناس كانوا يقولون لا هي فاشله او تفشل او راح تفشلين او كذا، حتى في من المقربين جدا. صحيح. هي نفسها، هي يعني نفسها، هي انا عارف انها نفسها، بس انا ما ابغى اقول عشان ما تسجل شاشه وبكره تنط بحلقي هي وتبلشني. طيب الاستفسار الله يسعدك. هات الاستفسار. بعدين دقيقه. انتم تعرفون انه المعبر ما يعلم الغيب. صحيح. ومبني كل الرؤى على الظنيات، شيء ظني بناء على رؤية الرائي. فلما تجيني وحده تقول انا وزوجي وما حددت الوقت، فانا افسر رؤياها على انها مع زوجها. فاذا قالت طليقي واضح انها مع طليق، فاذا كان واضح ان في انفصال نقول في انفصال. انا فسرت لك الرؤيا بانه انت كنت جيده قبل الرؤيا، قلت صحيح. هذا الكلام كنت جيده وكنت جدا تحاولين تصلين الى اعلى مستوى مع هذا الرجل، واحيانا تفشلين بسبب ناس يقولون انت فشلتي، بينما لا ما فشلتي. ليش انا قلت كذا؟ انا قاعد اوضح واشرح، هذا شرح. وانا عجبني واحد كويتي اظن اسمه احمد سلطان او سلطان احمد، معبر رؤى. اذا عبر يفصل، ما يعطي كذا بالمجمل ينزل الواحد يقول له راح يفصل تفصيل. فقلت فشل، هي قالت لك انت عندك فشل كلوي، فاستغربتي كيف عندي فشل وانا ما عندي فشل اصلا. هذه كانها تشير لانه انت عندك اشياء تنقصك في الحياه الزوجيه وانت سيئه وانت ما راح تقدرين تواصلين، بينما انت لا كنت جيده. الدليل في كلامي انه كان في شيء مرتفع وانت اعتليتي اعلى من الزوج حتى، وجبتي هذا الشيء ونزلتيه وصلحتي الكوي وجهزتيه قبل لا يطلع من دوره المياه. ليش هو في دوره المياه؟ بفصل اكثر. ليش هو في دوره المياه؟ هذا الرجل كان مغيب اثناء قبل تطلقين، كان مغيب عن الاعمال الخيريه والاعمال الجيده اللي انت كنت تسوينها، ما كان يشوفها اصلا، كان يراها عكس ذلك. في بعض الاحيان، مو في المجمل، في بعض الاعمال اللي تسوينها انت مع الزوج كان ينظر لها بمنظار ثاني وكانه انت ما قدمتي شيء، ويشوف هذيك رغم انها هي ما قدمت اللي انت تقدمينه الا انها تقدم ايجابيات اكثر. فعلا كلام صحيح جدا. اعطيني سؤالك. يا شيخ، انا كنت كذا شفت رؤيا، بعدين بالحقيقه شفت ابو زوجة زوجي بالحقيقه شفته. أنا ما عمري شفته، فيوم شفته جاني قشعريرة بكل جسمي إنه هذا الشخص مو غريب علي، أنا كنت شفته. فتذكرت إنه كنت شفته برؤية من الرؤى، بس لا ما أذكر تفاصيله نهائياً. بعد زواج زوجي صرت أشوفه كثير، بس واقف على عمود ينظرني، بس ما أشوفه يعني أي شيء، يعني لا على عمود زاوية جدار. 13400 تبغون افصل الرؤيه هذه زي ما تفصلون الثوب عند الخياط، ولا اخفي بعض الرموز عشان نمنع؟ لا تكفي يا شيخ. لا شوفي يا غزاله، ابشر. شوفي خليني اقول لك شيء، انا اقدر والله العظيم، شوفوا انا حلفت بالله وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، وان شاء الله بعد نهايه البث بعد 10 دقائق من الان بعطيكم السر
بعطيكم السر في اني انا استطيع افصل الرؤيا وارى تفاصيلها بالملي. هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى، توفيق من الله سبحانه وتعالى. ثم برؤيا رايتها انا في نفسي قبل 3 أو 4 سنوات من الان، اللي سبق اني تكلمتكم عنها وسالت عنها معبر. فيها نقاط جدا حساسه، حتى المعبر نفسه اللي عبر لي ما عرف يفسرها، مع انه جيد جدا بل يصل الى مرحله الممتاز. تمام. لكنه ما فصلها لي. بعد ما انا تعمقت وتوفقت بعد الله سبحانه وتعالى وتعمقت في التعبير، عرفت وش هو الكيس هذا اللي كنت امسكه انا ومليان ديدان، والديدان هذه ما راح اقول لكم وش هي، انا عرفت بعدين وش هي. الان اقدر افصل لك التفصيل كله. يا ليت. اسكتي. يا ليت يا ليت يا غزاله، الحين تنشري غسيلي بكره تجيبي لي قضيه. شوفي، لا ان شاء الله. الرؤيا تشير الى انه انت وقعتي بظلم من احد عباد الله، من احد خلق الله، بعد مرحله الزواج بايام، وما هو من اول الزواج، لا، بعد ما صار الزواج بعد يمكن فتره بسيطه كذا، في حدود الاشهر يعني، ما تجاوزت الاشهر، وبديتي تقعين في ظلم. انت في اللحظه هذه اثناء وقوع الظلم عليك او محاوله التجاوزات، محاوله تهميشك، تهمشين، مع انه لا، انت متمكنه جدا، مضغوط على اعصابك، لكن تحاولين تقاومين، تحاولين تصلحين كل شيء، وما تدرين وش الاسباب. احيانا تجلسين مع نفسك، احيانا تجلسين جلوس تقولين وش اللي مغير الاحوال؟ ليش تغيرت الامور؟ ليش تغير هذا الزوج؟ ليش تغير؟ وش اللي حاصل؟ ما في شيء تغير، هو تزوج وانا صار بيني وبينه جدال وخصام في مرحله زواجه او اثناء مرحله الزواج، لا بد يصير خصام، وبعدين استقرت الاحوال وتعايشت مع الوضع وكنت معه نفس حالي الاول، بل افضل، بل زدتي الافضليه، يعني تجاوزتي مراحل الاولى اللي كنت فيها بالحال، تجاوزتي، ومع ذلك لا، يساءلك كل يوم عن يوم، يساءلك من عده اطراف، واحيانا اساءات تجي، واحيانا كلمات تسالين عنها اصلا ما لك علاقه فيها، كلمات تسالين عنها انت. احد يجي يقول لك يا فلانه انت قلتي كذا، تقولي لا والله ما قلت. بعد فتره من الزمن يقولون انت سويتي كذا، قلتي والله ما سويت، وزادت المشاكل حتى وقع الانفصال. اللي اذاك اشوفه والله اعلم. فاحنا وش نقول؟ فقط نقول لا حول ولا قوه الا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل، وفوضوا امري الى الله. انتهى. والله العظيم يا شيخ إن كل كلمة قلته صحيحة. جلست 8 سنوات على هذه الحال، بعدين اتخذت القرار، أو 7 سنوات تقريبا، وكلامك فعلا صحيح، كأنك شايفين الحال. واكثر دقه، والله العظيم اقدر اجيبها اكثر دقه من كذا، يا لكن ليت ما ابغى والله، اكثر. يا ليت نعرف منه بس عشان نرتاح. انت عارفه منه. الله يرضى عليك يا شيخ، ما قصرت. اللي في بالك الله اعلم واعلم. الله يرضى عليك يا شيخ، ما قصرت. استودعت الله، استودعت الله، الله يعوضك بخير من ذلك. آمين.